والله خجلان من نفسي، مش عارف اقول لكم إيه يا جدعان. شهر معلش، اعمل ظروفي كده، ظروفي اعمل ايه؟ ها. بس الفترة الجاية ان شاء الله هنتظم ان شاء الله. تقريبا دي المرة الخامسة صح؟ سلكولي يا جدعان، في ايه؟ ما تبقوش كده. شايفك يا ابو راس مربع، شايفك راسك عاملة كده اهو، تقول مش هيطلع مش هيطلع. ايه يا اسطى يا اسطى، اهدى علينا يا اسطى شوية بعد اذنك. يلا خلينا نخش نشوف معانا ايه، وربنا يسهل الحال. جماعة أنا عملت مصيبة وعملت لون غريب جدا جدا في شعري. هو ظهورك في حد ذاته هو اللي مصيبة يا أستاذة. كان اسمها إيه؟ يا لهوي يا جدعان، ده أنا ناسي أسامي الناس والله العظيم. وعايز اخد رأي الكلاينتس اللي عندي في الصالون زائد كل الناس اللي عندي في الصالون. تعالوا نشوف رد فعلهم هيبقى ايه. هو فين الكلاينتس؟ الصالون بينش ورا، هو حد شايف حاجة يا جدعان؟ أنا مش شايفها. ممكن تغمضوا عينيكم؟ فتحوا. دقيقة، أصل أنا شايف كل حاجة في المراية. دول الكلاينتس. طب بالنسبة لأبو تيشيرت أصفر ده، بيعمل ضوافره ولا حواجبه؟ يا جدعان أنا راجل دلوقتي بفكر وأنتوا بتفكروا معايا. الراجل ده بيعمل إيه؟ بديكير ولا مونيكير؟ ولا أكيد ده بتاع استشوار وحاجات اللي هي بتاعت البنات يعني. جورجينا. يا الله يا الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. اللون عجبك يا جوزي؟ انت جايه من فوق، اللون انت جايه من عجبك؟ فوق. والله البنات اللي ورا بيضحكوا من كتر ما هما الاتنين اوفر. ما شفتش اوفر كده في حياتي. اللون جايه عجبك؟ من تحت، اللون ايه عجبك؟ الحلاوه دي. انا سامع حاجات من تحت ومن فوق، انا مش فاهم حاجه. يعني ايه اللي من تحت؟ في ايه؟ اللون عجبك؟ بجد اللون فظيع، احلى لون عملته في حياتي. ايه، هتتشل من الفرحه ولا ايه يا بابي؟ حاسه ان انتوا بتأفوروا. بنأفر ايه؟ لسه ما وفرناش. يعني لسه عجبكم؟ واو بتهزروا؟ واو. ده احلى لون عملته في حياتي. في ايه؟ هو طبعا يعني دعايه وكده، بس الصالون بينش. انت جايب اصحابك بتقول عليهم كلاينتس؟ مفيش احلى من كوبايه الشاي بورقه النعناع. سوري يا غالي معلش، هو فين الشاي؟ قصدك كوبايه السكر بتفه شاي وورقه نعناع قد كده، انما ده مش شاي بنعناع ابدا ابدا. حط عليها ورقه النعناع، تنزل عليها بشويه الميه كده السخنين، تشرب كوبايه شاي بالنعناع. ما حصلتش. اديها سن التجليبه كده صعبه عشان تظبط معاك. وخد لك يا باشا شفطتين، مبروك جالك السكر. بس كده. السكر ما دامش يا اسطى، انت حاطط نص كيلو سكر في قلب الكوبايه ببلاش، ده جايب بفلوس حرام. طبعا هتقول بقى من حالاته ده لقى نفسه والكلام الفاضي ده، وماله. قليل أدب، ما تستحي على وجهك. ليه؟ بس قليل أدب. هرمونات، معلش هم كده قاعدين مره واحده عادي، بعد كده يفشوا. والله العظيم يجيبوا تخلف عقلي. سوري ده اغلب سوري يا جماعه. انت تسالين، انت تقول قليل ادب، انا ليه؟ إيه، ليه ليش الفكره؟ قليل أدب أنت. خلاص بقى يا عم، خد الشتيمه واسكت. والله قليل الادب قليل الادب، وما تخلص من رغيها. لو لقينا الشفايف اللي تحت مليانة ومنفوخة قوي، ولقينا الحاجب كثيف وبيلمع او منكوش، فالشخص ده متعدد العلاقات. علاقات ايه؟ يعني انا كده متعدد العلاقات؟ والله لا، يمكن عارف اكتر مني، انا ما اعرفش. روح اساله هل انا متعدد العلاقات ولا لا. ايه ده؟ هو عمل ايه؟ انت جايب سفنجه نظيفه بتمسح بيها الحلقه المنتنه دي؟ انت ازاي تعمل كده؟ انت المفروض تجيب اوسخ سفنجه عندك. وليه سفنجه اصلا؟ انت بايدك كده اهو وخلاص، ده مكلف. بص، هو جايب صفيحه بيانات قديمه عنده، حاطط فيها حبه خضار. تمام، والخضار تقريبا ده دبلان، وحبه زيت عربيات، وحششهم كده على الصينيه المنتنه. شكلك هتاكل اكله فخمه. ما شاء الله كل حاجه عندك مصديه. ايه النظافه والحلاوه دي كله كده؟ كويس ان هو بيقلب ببتاع، يعني ما يقلبش بايده ولا برجله، يعني تطور. بص يرمي كده كبشه كده، ارمي. ما هو طبعا حاجات ناشفه، حاجات مقدده بقالها سنين قاعده عندك ما حدش بيستعملها، بتاع بتنزل في حله بترن. بعدين كان بيبشر ايه ده؟ اكيد حاجه بايظه.
يمكن الحاجه الوحيده اللي انا عارفها والله اعلم، يمكن صح ولا غلط، طحينه دي ممكن تكون بول صراصير ولا حاجه زي كده، ما اعرفش. وحط بتاع كده، اكيد دي توابل يعني عشان يدل على الطعم، ما اكيد الطعم، استغفر الله العظيم يا رب يعني. بنفس السفنجه اللي انت عملت بيها عشان تدي طعم ونكهه، صح. انا كنت لسه هقول لك كده، انت ليه جايب له طبق يا حبيبي ودي كرتونه اللي تحت الاكل ده، واخر ما زهق البتاع مش جايبه معاه حاطه بايده، يعني انضف حاجه هو حاططها لحد دلوقتي بصراحه، صراحه يعني الطبق. هو في أجمل ولا أجدع ولا أحن من الراجل المصري؟ الخلة المغربية قالت عليه نموت عليه بزاف، والخلة التونسية قالت نعيشك بارشا بارشا، والخلة السورية قالت يقبشني، والخلة اللبنانية قالت يقبرني خطوات المصري وجماله. مش عايز افخمه في حق نفسنا بس يعني، بس الراجل المصري لما يروح اي دوله في العالم البنات تتجنن عليه. ايه اشاعه يا شيء والله. ايه ده يا غالي ده؟ ايه ده؟ وربنا انا لو ماشي في اسكندريه مثلا بعربيه ولا حاجه وشفت المنظر ده، ورب الكعبه لا اتخضوا الزومبي هجم على المدينه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وفي نص الشارع كده يعني، اكيد دي فرقه او فرقه بتاعت استعراضات، بس مش كده. وعمال الراجل عمال يطلع كده اهو، والتاني عامل كده اهو. في ايه يا جدعان؟ يا جدعان خوف والله العظيم يعني. يعني نحمد ربنا ان مفيش عيل صغير ولا حاجه هدفكم كيس ميه وجري. تلاجة الأكل للجزء الثاني، الناس اللي ما شافوش الجزء الأول، دي تلاجة في كندا مكتوب فيها إن أنت حط، لو معاك أكل زيادة حطه، لو عاوز محتاج أكل تعالى خده. فتعالوا كده نشوف فيها إيه النهاردة كده. يا مسهل شوف كده فيها إيه. فاضية النهاردة، فاضية النهاردة، بنقركوا عليها المرة اللي فاتت. كده فاضيه، ما فيها منتجات اهي. راجل حضرتك مايونيز تقريبا وعلبتين كمان يعني. ده إيه ده؟ تقريبا مايونيز، مش مكتوب عليه هو إيه، بس غالبا مايونيز يعني. إيه السمك ده؟ سمك بالشيدر، ده زي حاجه كده زي كاراتيه كده، بوزو بالشيدر. ماشي يعني مش عاجبك كل ده؟ ما هو رايق اهو، واللي اشترى الحاجات دي راجل رايق بيفهم، حط سناكس عشان الراجل التاني يبقى رايق. جبنه، في هنا حاجه، في هنا حاجه، في اكياس شيبسي. المره اللي فاتت كان في اكل، المره دي كلها حاجات كده اهو، فاهمين، حاجات زي كده. كاراتيه برضه بالجبنه، وده ايه، زي جيلي كده، زي جيلي كولا والحاجات دي. هي دي المنتجات دي انت اشتريتها وانت راجع للبيت قلت تعمل فيديو، ولا هي فعلا في حاجات زي كده في كندا يعني؟ جيلي، اوكي. فاضية فاضية. فالنهارده ما فيهاش حاجات كتير يعني، قلت افرجكوا كده. تصدق بالله احنا لو عندنا ثلاجه زي دي كده او بتاع زي كده في الشارع مش بعيد تتسرق. لا الثلاجه نفسها تتسرق، او الصندوق نفسه يتسرق، او يتقطع ويتلحم ويتعمل بيه اي حاجه، بيتعمل بيه عربيه كبده ولا حاجه زي كده يعني. مش قصتنا، خير ماشي يا غالي. اللي بعده. عملت الهوم ورك يا غالي، وماسك البت، والبت عندها شنب هنا كده اهو، عندها شنب صغير كده مخضر كده اهو، وهي واقفه كده. ابوك عنده علم بالمسخره اللي بتحصل دي يا جدعان؟ يا اما احنا ما كناش اطفال، يا اما احنا يعني كنا محترمين زياده قوي عن اللزوم. لا مؤدبين بجد والله، يعني تحس ان انت اخر واحد متربي في الدنيا دي، الباقي كله ما شافش تربيه. يا جدعان انت يا بنت، انت ايه ده؟ تقريبا البنت عايزه منه مصاصه مثلا لبنايه، يعني كيس شيبسي، فقالت لك يلا نعمل معاه فيديو خلاص. يا جدعان والله عارفين لما يبقى الفيديو نفسه ريحته وحشه؟ انا شامم ريحه قذره جدا في الفيديو ده، ريحه نتنه. هل العيال دي في ايه؟ وهل مثلا لما الفيديو نزل وابو البنت ولا ام البنت مثلا شافت الفيديو
لا مش طبيعي. ايه ده الجمال ده؟ ايه ده الفيديو الخطير ده؟ يا يلعن ابو قرفك. لا لا لا، ايه القرف ده؟ الناس دي لا يمكن تكونوا بشر. انا اول مره في حياتي اعرف ان الفانيلا لاتيه بتدهن على الوش. هي ماسكه فرشه دهانات وتغمس يلا فانيلا لاتيه يا بنتي، يلا يلا اديكي ما شاء الله بيضه قمحويه وجميله جدا. طب ليه 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 انتوا لو عارفين اصلا يعني ان الكلام ده ما بيفرقش مع الرجاله، ما حدش هيعمل. واحده تيجي تقول لي راسها برضو مربعه مستطيله، لا عشان المربعه دي تخص الراجل، مستطيله بقى دماغها مستطيله كده. احنا ما بنعملش كده عشان خاطر نلفت الشباب او نلفت الرجاله، احنا بنعمل كده عشان خاطرنا احنا. طيب ما انت لو ما تعملي كده عشان خاطرك انت، اعرفي ان انت اساسا ربنا خلقك جميله. مش مهم اللي قدامك بقى يشوفك ازاي، يشوفك حلوه يشوفك وحشه، حاجه ما تخصش اهله يعني، معلش يعني يا ناس. لكن هو في عدم اقتناع ورضا، مفيش هنا هو رضا 5 ساعات. 5 ساعات ادمت صح، اقل حاجه دلوقتي الجنيه، مفيش هنا رضا بجنيه. عملت ايه لما قالت لك خلينا اخوات؟ يعني مش تقدر تقول لي خلينا اخوات. دي مش تقدر عشان هي بنتي. انا سمعت الجمله المصننه دي قبل كده في السينما، انت بتاعتي يا بنت، ولا مش عارف انت بتاعتي ايه بنت، حاجه كده، حاجه تبقى يعني تحس برضو في ريحه فينيك طالعه في الجمله دي. انا اللي مربيها والله. مربيها بقالك كام سنه؟ ما من شهر 7. لا لا بلاك كتير فعلا، ولحقت تبقى بنتك؟ ده انت لو ابوها حقيقي تاخد مجهود اكتر من كده بكتير. انا ابوها. انا ابوها، دي حقيقه. ابوها الدنيا كلها عارفه ان انا ابوها. ان شاء الله. انت عندك كام سنه؟ 23. هي عندها كام سنه؟ 15. لا ده انت ابوها بجد. اكيد انت بتجيب لها عسليه وانت مروح، بتجيب لها ايس كريم، الحاجات اللي بتاعت الاطفال دي. ما شاء الله. انت مالك بتضحك ليه؟ زعلان؟ لا راجل سقعان، بس سقعان يعني. معلش سؤال بس، هو احنا اللي وشنا كبير وحاسين ان احنا كبرنا، ولا الخطوبه دلوقتي ينفع تخطب لابنك وهو عنده 13 14 سنه؟ ده مفيش، انت كبير يا اسطى. يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول عليها كبيره بصراحه الساعه اكبر من ايدك، هي شكلها ليله زي الفل. وبس كده يا جدعان، ده اللي كان معانا النهارده، واحده مسا عليكم، اشوفكم على خير بفيديو جديد ان شاء الله قريب جدا جدا جدا. خلاص بقى يعني الضغط اللي كان عندي خف كتير، فالفتره الجايه هتلاقيني متواجد باستمرار يعني، بس مش زي الاول اكيد، بس مستمرين ان شاء الله رب العالمين. اشوفكم على خير، واحده مسا عليكم، سلام.